الفيديو ده إهداء لدولة حش ورمي للبهايم اللي مسرحة عيل جربوع اسمه وليد رسمي. بيقولك مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي اللي هو ماشي بقاله كام يوم على كل القنوات بتاعتهم بيلف بيحاول ينسب لهم مجد هو مش موجود أصلا. ده ناقصة بكل القائمين عليها، دولة ناقصة من أول الجربوع لهبل اللي كان بيقولك العيال بتضربه وهو صغير، وقال لهم ووعدهم انه لما يكبر هيضربهم، وطلع عقده اللي العيال كانوا بيعملوها فيه ورا مصنع الكراسي كان ولا زال. يعني العيال كانوا بيعملوا فيك كده ورا مصنع الكراسي، ودلوقتي رؤساء ال 22 زرايب عربية بيعملوا فيك كده لما كبرت للأسف الشديد، واحنا اللي بندفع الثمن. فطبعا من مبدأ ان هو بيحاول يلزق لنفسه اي مجد وخلاص اي حاجة، فعامل لك اطول ساري علم، اكبر كنيسة، اكبر مسجد، اكبر معبد، اكبر او اطول كعب جزمة. اوروبا كلها واقفة متلتلة يعني بالتوابير علشان تاخد الذخيرة بتاعتك. امال لسه الصفقة اللي انت عاملها مع ايطاليا ومع بريطانيا ومع المانيا ومع امريكا ومع ام ترتر وام حرحر، ده انت ما سبتش دولة يا اخي ما خدتش منها الخردة بتاعتها اللي عايزة ترميها وتكبها في الزبالة، زي الرافال اللي عايزة تروح الزبالة، زي الاسلحة الايطالية اللي عمرنا ما سمعنا فيها في بمبم، اللي عشان تسكتهم في موضوع ريجيني رحت اشتريت منهم باكتر من 10 مليار دولار علشان رشوة، عشان تكتم على موضوع جوليو ريجيني اللي قتلته انت وابنك. انت واخد بالك؟ فدلوقتي مطلع لنا عيل مهتوك مجهول النسب اسمه وليد رسمي. انا نفسي اسميه عرس رسمي الصراحه، عشان هو عرس رسمي مش وليد رسمي. ان هو يطلع يقول لنا ان اوروبا، عمرك ما تتخيل ان اوروبا واقفه توابير طويله علشان تشتري الاسلحه والذخيره المصريه. اطلع قول لنا statistics، يعني يطلع ادينا كده statistical analysis، واحده statistical analysis وصلحه، وشويه figures وصلحه percentage. قول لنا كده من الانتاج العالمي او التصدير العالمي او المبيعات العالميه للسلاح صدرت كام لكام دوله، بما قيمته كام برسنت، واسم اسماء الدول دي. ومش عايزين تصنيفات، يعني احنا مش بنتكلم في امن قومي، وهو مش امن قومي الحقيقه. لما تقول اديت مدفع لبريطانيا، اديت صندوق ذخيره لفرنسا، ده مش امن قومي ليك ولا حاجه. المفروض انه يكون مثار فخر، لكن تطلع عيل ابن احبه يقعد يضرب علينا الكلام ده حبيبي خلاص كان فيه وخلص. والله كان فيه وخلص. هننجمك وهنطلعك مسرح ومش هنحلك يا بلوحتش، مش هنحلك يا بلوحتي، عشان ما بقاش ينفع اللي انت بتعمله ده خالص.